رونالدو يتدخل في قرارات النصر. تيلس يكشف أسرار خطيرة. كشف البرازيلي أليكس تيلس ظهير أيسر نادي النصر السابق ونادي بوتوفاغو الحالي عن كواليس فسخ التعاقد معه قبل ساعات من غلق باب القيد الصيفي. وكان نادي النصر قد أعلن عن توقيع مخالصة مالية مع الظهير البرازيلي من أجل تسجيل الفرنسي محمد سيماكان مدافع الفريق الجديد في قائمة الأجانب الثمانية للموسم الجديد. وانتقل تيلس إلى صفوف بوتوفاغو بعد موسم واحد بقميص نادي النصر الذي تعاقد معه في الميركاتو الصيفي. وأوضح الظهير البرازيلي في تصريحات لشبكة جلوبو أنه علم بقرار رحيله وفسخ التعاقد معه في آخر ساعات الميركاتو في أوروبا. وأوضح أن إدارة النصر في البداية أكدت على استمراره وعدم رحيله للاعتماد عليه في الموسم الجديد، إلا أنهم اضطروا لاتخاذ قرار حول اللاعبين الأجانب، فجاء الاختيار عليه لفسخ عقده. وفجر تيلس مفاجأة مدوية بعد التأكيد على تداخل رونالدو في القرارات بشكل كبير، مشيرا إلى أن النادي يقدر آراءه وتجربته الكبيرة في اللعبة. وتابع: عندما يقوم رونالدو شيئا فالجميع في النصر يضع ما يقوله نصب أعينهم وفي اعتبارهم.